طب لو كل شويه بيدخل يشوف استروهاتي اعمل ايه؟ هو مش عايزني بس بيشوف استروهاتي كل يوم. طب ليه؟ بيفتكر ولا بيحن ولا بيلعب لعبه نفسيه؟ ليه كل شويه يدخل يشوف الاستوري بتاعتي، يعمل لايك مثلا، يعمل اي حاجه مع انه كل حاجه خلصت؟ هو عاوز ايه؟ السؤال الحقيقي مش ليه هو بيعمل كده، السؤال الحقيقي هو انا ليه بخليه يشغل تفكيري ودماغي. بص يا صديقي، ان حد يفضل متابعك بعد العلاقه ما خلصت ده مش دليل على الحب ولا دليل برضو على الندى. اوقات بيكون مجرد كيوريوزيتي، يعني فضول، بيحاول يشوفك بقيت عامل ازاي من غيره، عنده فضول نفسي يشوفك بقيت عامل ازاي من غيره. هل تاثرت؟ هل لما كنت بتقول الحياه تقف عليك وقفت ساعتها ولا حياتك ماشيه عادي؟ نوع من الفضول. واوقات بيبقى كنترول موف، يعني ايه؟ بيحاول يفرض مساحه لنفسه عندك في الجو بتاعك حتى بعد ما سابك ومشي، حتى بعد العلاقه ما خلصت. لكن السؤال الاهم من كل ده هنا، انت ليه مركز معاه وهو بيشوف الستوري؟ ليه كل مره تشوف اسمه في الفيورز تحس بخبطه كده؟ طول ما انت مستني منه او منها تصرف عشان تفسره كل مره، فانت لسه في ايموشنال اتاتشمنت، ارتباط نفسي مش متحلل، وده بالظبط اللي بيخليك مش قادر تعمل موف اون. الحل هنا مش انك ترد عليه بستوري اقوى من اللي قبلها وتنزلوا له ستوري تشده اكتر، ولا انك تعملوا له شو عشان توصلي له رساله معينه. الحل انك ترجع الكنترول لنفسك او ترجعي الكنترول لنفسك. يعني ببساطه اعمل اللي يخليك مرتاح، مش اللي يخليها تفضل متابعاك او مش اللي يخليه يفضل متابعك. لو وجوده في الفيورز بيوجعك يبقى هنا البلوك احترام لنفسك مش ضعف ولا حاجه. لكن لو الموضوع عادي بالنسبه لك تعاملي ببساطه، تجاهلي، شوفي حياتك. في الاخر عايز اقول لك ان اللي عايز يشوفك على ارض الواقع مش ورا الشاشه، واللي راح ما تخليش حضوره الافتراضي على السوشيال ميديا والكلام ده يمنعك من سلامك الحقيقي.